عملت فيه ورق ابيض. لو سمحت كل واحد هيكتب القرارات او النقط اللي احنا هنتكلم فيها. يعني هتسألهم وانا المرة دي انا هكتب مش هتكلم. اول حاجه احنا مش بالعدد، احنا بالكفاءة. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، انا بديت دلوقتي وبديت في سنه 84 تمام، وبدا الموضوع معايا بدا فكره مش هدف معين اللي انا عايز احققه، مجرد ان انا فكرت في ان انا عايز اعمل حاجه ليا انا شخصيا كفرد تمام. وبالتالي يعني انا اللي عايز اقوله لكم ان انت فكر الاول في نفسك تمام، مش بأنانية، يعني فكر في نفسك كفرد في المجتمع تمام. لو انت اصلحت من حال نفسك تمام هتصلح من حال المجتمع اللي حواليك، وبالتالي المجتمع كله هيتحسن. احنا مشكلتنا في العشر سنين الاخيره اللي هي بعد سنه 2005 تحديدا تمام، بدا المجتمع والبلد كلها في النازل، الكيرف كله بتاع البلد في النازل تمام. ده بسبب ان كل واحد جاله احباط وجاله يأس وحس ان هو مش هيقدر يعمل اي حاجه تمام. المهم ان انت تبدا تفكر في انت هتعمل لنفسك ايه، او انت نجحت لما تعمل لنفسك حاجه انت في حد ذاتك تقدر تعمل للمجتمع اللي معاك ده كتير تمام، مش شويه. الفكره بتاعت اللعبه ما جاتليش تحديدا ان انا عايز اعمل الفكره ده، انا عايز استفيد وعايز اتدرب وعايز اعرف. فطبعا المصدر بتاعي كان الكتب، عشان كده انا كمان في المجتمع تمام. الكتب كانت متخصصه في الايه؟ في المارشال ارتس، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه تمام. الموضوع بدأ يكبر تمام، بدأت أوصل للموضوع إن في لعبة كذا الهدف دلوقتي اللي أنا عايز إن أنا دلوقتي في 2014 هبقى مكمل في المجال 30 سنة تمام. لغاية كده أنا عملت الحاجة اللي هو الشيء نفسه، إن أنا ما فتش الناس اللي حواليا دي. طيب كان لازم عشان ابتدي اقول ان في حاجه يبقى الحاجه دي انا ده كلام الناس ولا حاجه، ان انا كان لازم اجربها واشوفها واتاكد ان الكلام اللي هقوله مبني على اساس صح، له تاريخ وله مصدر وله مصادر وله طريقه انا طورت بيها تمام. الجزء الاولاني في الورق اللي معاك تمام، انا بمثل لك حاجه بسيطه قوي انه في تدرج في الانتماء تمام، انك انت بتبدا كفرد، الفرد ده منتمي الى حاجه. هنا بقى دي الثغره، ان هنا الفرد في المجتمع دلوقتي مش منتمي لشيء، حتى لو بيروح كليه، حتى لو بيروح مؤسسه، بيروح حاجه بيشترك في شيء، في شغل، في حاجه، ما بيحسش بانتماء للشيء. فانت لو انت انتميت للمسمى بتاع لوتس المفروض ان احنا هنتعلمها مع بعض، يبقى بالتالي لوتس دي اصلا منتميه للحضاره المصريه وجزء منها ومتطوره من الحضاره المصريه. الحضاره دي اللي هي حضاره مصر، مصر دي هي الارض والشعب، الناس والمجتمع والارض. الارض دي ده شيء موجود وانت واقف عليه انت والناس اللي معاك، وانت مش هتقدر تعمل حاجه فيه، مش هتقدر تغيره الا اذا انت عملت عمليات تانيه خالص. انما احنا الجزء اللي احنا خاص بيه جزء الشعب، جزء الشعب اللي احنا كافراد المفروض ان احنا منتمين فيه مع بعض. وبالتالي احنا كمجتمع عالمي كلنا مع بعض بنوصل وضع مصر في المجتمع في العالم، اللي احنا مش عارفين وضع مصر دلوقتي بقى متدرج بقى. فهدف الرئيسي ان انت كفرد تطور نفسك
تطور نفسك وتنتمي لحاجه، الحاجه دي ليها فكر وحاجه طورتك انت في حد ذاتك. الكلام اللي كنت بتكلمه في الندوه اللي فاتت واتكلمت وبعدين حد قال لي بدافع عن نفسي، طب ما اوريدي انت دي صفه بتبقى موجوده فيك ان انت بتدافع اصلا عن نفسك، مش ده الهدف. الهدف ان انت كفرد تبقى عقليا تمام. انا مش منتقص حد في اي من الشعب، ولكن انا بتكلم كعقل بيفكر كفرد منتمي لشيء. انت لو سالت اي حد قلت له انت منتمي لايه؟ مش هيقول، مش هيعرف. فهنا الجزئيه المهمه ان انت بتنتمي لحاجه، هنفترض ان هي لوكس تمام، واللوكس دي منتميه للحضاره المصريه، والحضاره المصريه دي اللي هي من ارض وشعب اللي هي مصر نفسها. فاحنا دورنا هنا عند لما نطور نفسنا كجزء من اللعبه كجزء من الشعب. هنا الدوله وهنا مصر وهنا الشعب المصري وهنا المواطن المصري هيبقى في الهيئه المصريه كلها وصل للجزئيه معينه تمام. دي الحاجه الثانيه طبعا الورق ده انا هسيبكم تقروه تمام، اللي هو بتاع ايه الحركه المصريه ومصر والهويه المصريه والقصه دي كلها لازم تتعرف، وما ينفعش ان انا اقولها دلوقتي يعني ده لازم انت تقراها على الحاجه. خلاص انا بس هتصفح معاكم الورق وبعد كده هنتكلم اصلا يعني انا ليه جبت دي وطبعتها اللي هي موضوع البريد الالكتروني. احنا دلوقتي لو احنا اتكلمنا مع بعض فيا انا من البدايه كحاجه شخصيه، كان الاول ما فيش تليفونات يعني انا بديت المقاوم بتاعي 84 احنا مش كل الناس عندها تليفون خالص، فكان المولع انا هروح استناك فبقابله بالصدفه فبقابله فبستناك فبنقعد مستنيين بعض على القهوه في النادي في مركز الشباب. يعني هي دي وسيله طب ابعت لفلان قول له تمام ما كانش فيه. بعد كده يعني بدينا بسم الله ما شاء الله كده بقى في تليفونات ارضي فبدينا نتكلم بعض. فجاه ظهر موضوع الموبايل وبدات الناس تتكلم بعضها. طبعا بما ان احنا بنحرق انترنت وبندي رامات الكلام ده كله الموضوع الموبايلات كان له مرحله معينه في الفتره اللي هي نقدر نقول مثلا من 2001 لغايه 2005 وبالنسبه لنا اثبت فشل. بالنسبه لنا كتحديد من النشاط اللي بنتكلم عليه دوت الموبايل اثبت فشل. ليه بقى؟ اولا انت بتتكلم كتير، بتحرق معلومات كتير، بتحرق وقت كتير، بتحرق فلوس كتير، وفي النهايه يعني انا لو انا عايز مثلا اكلمك على بس الصفحه الوش والظهر دي، لو انا هكلمك في الموبايل هكلمك حوالي ساعتين في الموبايل. لو احنا هنرتب تليفوناتنا مع بعض علشان احنا نتقابل كده مثلا اربعه بس تمام، هبتدي انا اكلم احمد هتكلمت وانت هترد عليه بعد كده انت اتكلمت. انما لو احنا اتكلمنا دلوقتي في 2012 تمام في حاجه اسمها البريد الالكتروني طبعا انتوا اكيد عارفينه، بس مش من الواجهه اللي انا بتكلم. انا بتكلم على ان في تاسك معين مهمه معينه تمام، انا علشان اقدر ان انا انفذها في الواقع اللي احنا شايفينه ده عشان انا اوصل من سموحه لرشدي اخر ساعتين تمام. النت ده ممكن يلف الكره الارضيه دي كلها في اقل من 5 دقائق. الكره الارضيه كلها في 5 دقائق. لما بالك احنا بنتعامل مع بعض تمام نوصل الزميل بتاعنا تمام في سند والسي فلان وفلان وفلان وفلان، وبعد كده بيتعمل فورورد وبيتنقل من فلان لفلان 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 تمام. بعمل الباك فيد بتاعي في الميل برد وبرجع اريسند بالميل تاني، فالميل مع الريسند ومع الفيدباك مع ان انا بنقله من شخص لشخص وازود في الميل يبقى انا الفكره اللي انا بتكلم عليها ورقه الوش والظهر دي ممكن تنتشر بطريقه رهيبه واخد تعليقات عليها واخد كلام عليها غير عادي. ده فكره البريد خلاص. هسيبها برضه تقروها على مكتوب في جزئيه ليه الجيميل بالذات. الجيميل بالذات لانه طول عن الياهو وعن الجيميل وعن الكلام ده الجيميل النطاق بتاعه تمام هو الجيميل صح. الامكانيات بتاعت الجيميل
جوجل، تمام، بتشيل ملفات، بتشيل ملفات، بتعمل فريند، بتعمل جروب، بتعمل بلوجين، بتعمل يعني غير اي يعني الميكانيزم بتاعت الجيميل تختلف عن الياهو، تختلف عن الهوت ميل، تختلف عن الكلام ده، تمام. وساعات التخزين بتاعته بدأت تبقى عالية، يعني أنا عامل درايف على الجيميل حاطط فيه حاجة بحيث إن أنا لما بعوز أحتاج حاجة مش بنزل على الجهاز، ده أكتب لك حاجة ممكن مثلا في مكان زي ده وأنت شايل الداتا بتاعتك على الدرايف بتاعك كده وده عادي في الجهاز بتاعنا موجود أي كمبيوتر أو أي حاجة، بقدر أنا أكتب الداتا وأنت ونقدر نعرفها مع بعض. اقدر اديك اللينك بتاع الدرايف بتاعي عشان تشيل معايا حاجه معينه، تمام. فده البريد الالكتروني وده الجيميل، وانا وضحت آلية معينه ان احنا نقدر ننسقها مع بعض في الجدول اللي هو بتاع جدول حصر المجموعه التاسيسيه، تمام. انه في خمس حاجات اساسيين في الموضوع ده، تمام. الجدول الحصر ده اللي هي الآلية اللي بنتكلم عليها ان احنا بنشير الجدول ده، بنشارك الجدول ده مع بعض، بحيث ان احنا دلوقتي قاعدين انا هكتب اسمي وهكتب اسمكم انتوا الثلاثه وانتوا بالتبعيه بتكتبوا كل واحد اسمه، فبالتالي احنا الجدول ده موحد ما بيننا. دوت لو مرفوع على اي صوره بقى من الصور اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام، لو زاد حد كلنا وهو بالتبعيه يعرف مين، تمام. مين على جوجل عشان احنا كلنا على نمط واحد مع بعض، طبعا هو بيبقى @gmail.com. طب الاسم بقى اللي هو هيدخل يبقى ايه؟ مثلا انا صلاح حامد يبقى صلاح دوت حامد دوت لوكس @gmail. احمد شحاته احمد دوت شحاته دوت لوكس @gmail. طب احنا ممكن تواجهنا مشكله في اثنين احمد شحاته في واحد، يبقى احمد شحاته بتاعنا عشان بترد تقول ده موجود، تمام. فانت هنا بتزود بعد لوكس دوت او جنب لوكس على طول السنه الفرعونيه اللي احنا موجودين فيها، اللي هي المفروض ان هي 62. هو النهارده 6254 مصر اللي هي 6254 اللي هي 2624 شهر من ساعه هي دي قصه طويله، تمام، عشان ما نتفرعش هو في توقيت معين الفراعنه او اللي هم المصريين في جماعه بمعنى اصح، قدر ان هم يتوحد نجم معين يستثبت مع الشمس في طول النهار يوم معين، وكان كل سنه كامله بيطلع في التوقيت ده بالظبط بيبقى فاضله 5 ايام في السنه. لو الشهور بتاعته كلها 30، 5 ايام اللي فاضلين دول هم دول شهور الاحتفالات والمناسبات عند المصريين، وهي دي المشكله اللي كانت في التقويم الهجري وفي التقويم الميلادي ان في شهور زياده وشهور ناقصه. يعني المهم ان النهارده التقويم الرئيسي الرسمي اللي المتحف في بريطانيا مشي عليه، اللي هو السنه اللي هو اتكلم عليها. وطبعا الشهور دي يقال انها مسميات خطيه، ويقال انما هي في الاصل المسميات دي مسميات الجبه والكاهيه. دي مش مشكله، ما احنا مشكلتنا انه يبقى مثلا محمد دوت حسين دوت لوكس @gmail تشابه مع حد تاني جوه اللعبه بنكمل جنب كلمه اللي هي السنه الفلانيه اللي هي 54 حظك وحش، والتشابه يبقى 6254. ليه؟ عشان كلنا نبقى على جوجل مع بعض، على الاثنين مع بعض، على تمام. دي حاجه. في نقطه التجمع هنا انا بتكلم عن ان احنا بنختار نقطه التجمع المركزي. احنا مبدئيا احنا متفقين ان هيبقى هنا يوم الاربعاء الساعه 7 نقطه التجمع المركزي بتاعتنا عشان نتقابل فيس تو فيس ونتكلم. لو اتلغت مره على كده الاسبوع ده مش هنتكلم، تمام، وهتبقى اسبوعي. فيما بعد كده ممكن تبقى شهر، فيما بعد كده ممكن مش هنتكلم لان احنا طول الوقت بنتحرك، تمام. المجموعه 7 بتاعت 7 اكتوبر دي انا كنت طبعا مفترض مش يأسف، انا مفترض ان ال 12 اللي حضروا او ال 11 اللي حضروا، تمام، في الندوه اللي فاتت هيجوا، تمام، انما هم ما جوش، تمام، يعني ما علينا. المهم الورق ده هتلاقيه هو من رقم 7. بتقول لي طب بقيت الورق فين؟ اقول لك مش سر ولا حاجه، دي بدايه الكتاب اللي انا كنت اتكلمت عليه في الندوه اللي فاتت، اللي هو بتاع المرجع بتاع اللعبه.
مش الكتيب بتاع اللعبه. والمرجع ده وصل ل 3000 صفحه. تمام؟ انت طبعا مش مطالب ان انت تعرف ال 3000 صفحه. تمام؟ المقدمه بتاعته كان تعريف مين مبتكر اللعبه ورومانسيه اللعبه والتعريف باللعبه والفلسفه والهدف بتاعها اللي اتكلمت برضه في الندوه اللي فاتت عليه. بعد كده بقى في التمهيد انا بكلمك عن مستويات اللعبه. تمام؟ بقيه الابواب اللي موجوده في الكتاب لغايه الباب ال 30. تمام؟ يعني كلاما بقى عن اللعبه سيبنا بقى من الورق. تمام؟ اللعبه 8 مستويات عشان احنا بنتكلم على ارض الواقع. تمام؟ اللعبه 8 مستويات. المستوى الاول هي مش حزمه عشان نبقى واضحين بس. خلاص؟ المستوى الاول اللي هو الاساسيات. تمام؟ انت بتاخد فيه الضربات والصدات والمسكات والرميات والاشتباك في الوضع الواقف العادي والاشتباك على الارض. تمام؟ والضربات اللي على الطاير. تمام؟ ومشتملات موضوع الاساسيات بقى كل لغايه ما تقرا الجمل الحركيه بتاعتها والكلام ده. في المستوى الثاني تمام انت بتاخد اشتراك مع فرد، يعني فرد ضد فرد. تمام؟ هتاخد كل قواعد بقى الاشتراك والتحرك على الارض والخطوات اللي هي على الارض والتحرك اللي على الارض والجمل الحركيه والقواعد بتاعت الاشتباك وقواعد الصفات والضربات وازاي تعمل الحاجات دي كلها باشتراك ما بين الاشتباك على المسار له قانون واشتباك على حر في الشارع. تمام؟ لغايه كده احنا تمام. طيب ايه الكماله بقى اللي جت؟ الكماله اللي جت انه في الاشتباك ضد مجموعه. هنا بقى لغايه توقيت معين كان الاشتباك فرد ضد مجموعه. المجموعه هنا متحدده بنظريه موجوده في اللعبه اللي هي نظريه الخصوم الاربعه. تمام؟ انه المجموعه دي 4 خصوم. تمام؟ لانه المدى الحركي بتاع الضربه ما بين 60 ل 75 سم، فالمحيط الدايره اللي هو طاقه تربيع 75%. المهم ان في توقيت معين لو الاربع خصوم حاطط بالمدافع تمام مش يعني هم الاربعه بس، الخامس اللي هيجي مش هيلاقي مكان عشان يكمل ضربه في الشخص يعني. تمام؟ استنى لحد ما حد لا، فهي هنا بقى بيبقى في شكل الاحاطه وشكل الاختراق وشكل المواجهه والكلام ده كله. تمام؟ والدفاعات ضدهم والالتفاف والقصه دي كلها في فرد ضد مجموعه. تمام؟ الجزء الثاني تمام في موضوع الاشتباك مع مجموعه، اشتباك مجموعه ضد مجموعه وهي برضه متحدده ان المجموعه 4 ضد 4. يعني بنتكلم على واقع هيتلعب في بساط. تمام؟ وواقع هيتلعب بره بساط. تمام؟ للمستوى الثاني اساسيات، وللمستوى الثالث اساسيات ثنائيه وثلاثيه ورباعيه عشان الموضوع الاشتباك مع مجموعه. في المستوى الرابع الاشتباك بالاسلحه. تمام؟ والاسلحه دي خشب ما فيهاش سيوف. تمام؟ رغم ان الحضاره المصريه فيها سيوف، ولكن احنا ما نقدرش نجرب سيوف لسبب، لانه في قانون جوه مصر بيمنع الاسلحه والنسور. تمام؟ فاحنا بنشتغل بادوات كلها خشب. تمام؟ العصايه القصيره والطويله اللي هم ال 12 سلاح والعصايه المنثنيه والعصايه اللي بالايد والثنائي والثلاثي والرباعي. تمام؟ والسلسله والحلقه المرنه والعكاز. تمام؟ باساسياتهم باشتباكهم ضد فرد واشتباكهم ضد مجموعه. واشتباك مجموعه ضد مجموعه. طبعا المستوى ده بان هو 12 سلاح وبان هو بالصور المعينه اللي قلتها بتاعت القتال دي هيبقى المستوى ده مش سهل. تمام؟ وهو الحقيقه المستوى الثالث برضه مش سهل. تمام؟ طبعا المستوى الخامس في اللعبه اللي هو مستوى المدرب اللي هو بياخد فيه بص التدريب بقى الكلام اللي فات ده كله. طبعا يعني الطريقه الجزئيه بقى والطريقه الكليه والكلام ده بالنسبه لانك انت تدرب الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في نطاق تاني وفي كلام تاني وفي مناهج تانيه في التدريب وفي طريقه تانيه خالص في التدريب ان انت تقدر ان انت توصل للفرد ما يعرفش اي حاجه في الموضوع ده ان هو يقدر يمارس الحاجات دي ويوصل فيها لمستويات وارقام قياسيه. تمام؟ المستوى السادس التحكيم، قواعد التحكيم، ال7 انواع من المسابقات الناتجه عن المستويات اللي اتكلمنا عليها اللي هي طبعا هيبقى فيها اداء حركي فردي، اداء حركي جماعي،
اداء مشترك مع خصم، اشتباك على البساط ضد الفرد ضد مجموعه اسلحه ضد الاسلحه والسريعه، ودي اللي المفروض ان الشخص بياخد فيها خطوه واحده طولها 5 متر. تمام. دي ليه ومش ليه وبتاع، دي علشان برضو دفاعات معينه ضد الاسلحه المقذوفه اللي هي بتبقى على مسافه، لو انا الخصم في مسافه بيني وبينه اقدر ان انا اخد خطوه معينه واقدر ان انا اوصل في جزء من السنه. خلاص. المستوى السابع والثامن. تمام. السابع ده الباحث، والثامن ده اللي هو الخبير. تمام. وهتقول لي حضرتك الباحث، الفرق بين الباحث والخبير ايه؟ الباحث ده بيتكلم في اسس بحث. تمام. اسس البحث ده اهي ان هو يعني بيطور جزئيا في حاجه معينه، يعني بمعنى سهل كده، لو في مجموعه حركيه بتتلعب، الباحث ده بيعمل طرق للتدريب، بيطور حاجات، بيطلع بعض الحاجات غلط. انما الخبير هنا هو اللي بيعمل التقويم نفسه، يعني التقويم ده اللي هو المجموعه الحركيه هو اللي بيعملها. ده جزء من المنظومه بتاعت المستوى السابع والثامن. المستوى السابع بيتكلم في جزء معين، المستوى الثامن ده بيغير الجزء ده كله بيثبته على ارض الواقع. ليه بقى؟ انت دوت هيفتح لك مجالين، مجال البحث في المستوى السابع ومجال التطوير للعبه نفسها في المستوى الثامن. فانت هتيجي لو انت بدات 2012 في 2022 بعد 10 سنين، الخبير ده بعد 10 سنين هيغير لك، ممكن يغير اللعبه بالكامل. ليه؟ لأنه هيطلع لك الحاجات الغلط، هيطلع لك الحاجات الصح، هيديك حاجات جديدة. وهو ده يطور تطوير، وده اتكلمت فيه بالندوة اللي فاتت، ايه الفرق بين البحث والتطوير وازاي ان انا اوصل من مرحلة البحث للتطوير للابتكار. تمام؟ دي اللعبة ويعني مشتملات دلوقتي. انا هستخدمه وهتبقوا المجموعة اللي هيجي عليكم، هنتكلم في حاجات بعد كده، هيبقى الحاجات دي هي الأساس اللي لو أي حد هيجي هيبقى موجود مش هيغير فيها حاجة. تمام؟ هو أنا كنت بس عايز أوضح نقطة إنه عشان بس الناس ما تتلخبطش، طب إحنا غرقنا كده نطلع إزاي؟ لا كلامي كده فهي يعني هي هتبقى الامور واضحه جدا. احنا المراحل اللي على ارض الواقع، انا هدي نظري نخلص 10 مرات تحديدا، نخلص 10 مرات نظري المره ساعتين. تمام. بعدها 10 مرات عملي، يعني اعتبر دي دوره نظري ودوره عملي برضه 10 مرات المره ساعتين. مش هقول لك انت هتخلص كل حاجه، بس من غيرها انت مش هتقدر تعمل حاجه. دي هنعتبرها الدوره التاسيسيه، الجزء النظري والعملي بتاعها. في بقى عليها دوره متقدمه وفي دوره بعد كده عليا. في 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 في, في الباكج بتاعت ال3 دورات دول بوصل لشخص معين قادر على انه يلتحم في المجتمع بموضوع اللعبه عملي ونظري. تمام. ثانيا في بقى اتحاد بعد 18 12 او في لجنه لمناقشه اللعبه، او مفيش اتحاد خالص، يعني دي مطلقها لقضاء. تمام. ان احنا بنتكلم من منطلق ان احنا كفرد كفكر، لان احنا لو اتكلمنا كلعبه رياضيه كاتحاد يبقى احنا هنحاصر نفسنا في حاجه معينه. فاحنا لو اتكلمنا بقى كفكر ان احنا هنتحرك يبقى ده كلام تاني خالص مختلف عن الموضوع ده. تمام. في سؤالين، واحد بيقول لي طب احنا هنشتغل دلوقتي في موضوع اللعبه، هيجي الاتحاد وده انا ايه؟ هتسجل في الاتحاد. تمام. طب اللي هيجي لنا من بره، لا ما هو انت اتحاد وعايز اشترك في كل حاجه بس على منهج معين. المنهج اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المنهج بتاع اللعبه والفكر بتاع اللعبه والهويه المصريه، مصر ودي الجانب من الحضاره المصريه. لان هو في مشكله انه في بعض الحاجات، في بعض الناس قالت فيه العاب وبتاع الكلام ده عربي، القتال العربي. تمام. طيب ملعوب، بس في قتال مصري وما يحاولش ان هو يشكك في القتال المصري. وفي برضه ناس قالت القتال المصري وبتاع، بس في انا قعدت من 84 هو جاي السنه اللي فاتت واللي قبلها. تمام. لو انضم للقتال المصري يدرس ويقول اللي عنده. تمام. الجزئيه بس اخيره. تمام. احنا في عندنا نتاج عن الماضي في ابسيني واللي حصل قبل كده. انا في الفتره من 93 ل 2003 جربت اللعبه
اتمرنت حوالي 1500 جوه اسكندريه، حصل ثغرات، حصل عيوب، حصل حاجات. انا ليا راي ان انا برضو وضعي كويس وكل حاجه ومبتكر وكل حاجه. هعمل المجموعه التاسيسيه دهيت، هنقبل اللي يدخل فيها على المنهج بتاعنا، تمام. المجموعه التاسيسيه دي بتناقش وبتتكلم وبتقول كل حاجه، تمام. طب وبعد كده خدنا دورات واتمرنا ونشرنا الفكر وبتاع. هنا بقى بنعمل الفكره بتاعت منسق. يعني ايه منسق؟ يعني واحد بيحاول ان هو ينسق العمليه دي مثلا فنيا، اعلاميا، اداريا، الكلام ده كله، تمام. طيب برضه جاي كده لغايه كده لو كملنا على الطريقه دي هيحصل اختراق. يعني ايه اختراق؟ يعني هيجي واحد من بره يداخل في المجموعه ويفورها، يعني يوقعها كلها على الارض، تمام. فاحنا عند الجزئيه دي بنقف. القاعده اللي تحت دي كلها هتبقى مجموعات عامه. بمعنى ايه؟ بمعنى انت دلوقتي نزلت المكان الفلاني مثلا تربيه رياضيه، جربت المجموعه وعرفتهم والمجموعه دي بقت كويسه بتاع، وواحد حضر دورات وشاف الموضوع، الراجل ده هيشكل مجموعه. يشكل مجموعه ما نمنعوش ويشتغل مع المجموعه. حد من المجموعه اللي معاه طلع يطلع وعمل مجموعه ثانيه يعمل، فاهم؟ انما احنا لو قسمناها جغرافيا او نوعيا وعملناها هيكل هيراركي هرمي جاي من فوق لغايه تحت هنخترق وهتقع. انت هنا بتنشر فكر، بالتالي فكر عن الحضاره المصريه، فكر عن، يبقى انت كمجموعه انت دورك فين كمجموعه تاسيسيه واتقسمت منسقين مع بعضها انك بتنشر فكر. حضرت معايا دورات كتير، ليه؟ لان مفيش سباقات، مفيش كتب، مفيش اختبارات، مفيش احنا بنعمل الاستراكشر كله من الصفر، تمام. فانت لما هنعمل المجموعه التاسيسيه اللي هي ميعاد ثابت وخلاص مشينا في آلية الاتصال اللي بنتكلم عليها، تمام. عرفنا الكلام ده عن ايه، وانا شرحت والناس فهمت وانتوا فهمتوا وبداتوا تقدروا ان انتوا تشرحوا وتبتدوا ان انتوا تعملوا، خلاص. المجموعه التاسيسيه تزيد خير وبركه، تعمل. انما تحت مجموعات عامه. المجموعه كانت فيها ناس تربيه رياضيه، وانا يعني محمد تربيه رياضيه، ومعاه حسين ده كليه تجاره وساكن في حته ثانيه، وعلي ده من محافظه ثانيه، ومحمد ده في يبقى المجموعه دي اصلا اشتركت مع بعضها وعملت النشاط بتاعها في ان هي تنشر اللعبه، ان هي تتمرن، وان هي تعرف، وان هي فاهمه الايديولوجيه اللي احنا بنتكلم عليها وشغاله فيها. ما اشتغلتش فيها، دي مشكلتهم. احنا ما نفرضش عليهم يشتغلوا او ما يشتغلوش، انفرطوا من بعضهم وكل واحد عمل مجموعه، دي حريتهم. لان انت لو قريت في الورق هتلاقي كلمه تحرر. امال احنا بنتكلم عن تحرر يعني ايه؟ احنا الهدف الرئيسي والهدف الاول في الموضوع ان انت بتنشر فكر وحضاره على ارض الواقع. فبالتالي انت لو حجمتها في شكل تنظيمي محدد انت بتضيعها من اول ما بداتها، تمام. لو انا اخترقت، انا نفسي اخترقت، حد ضغط عليا، جيت يا جماعه يلا بينا احنا في بكره في الموضوع الفلاني، هاخد بقى ايا كان التشكيل بتاع الناس، ايا كان وصل عدده مليون واحد، يمين يمين شمال شمال، ده كده قطيع، وده ضد الفكره بتاعت تحرري سلمي مش عارف ايه، تمام. يبقى بالتالي انا حتى لو انا او احمد او انت اخترقت واحد غير قال لك الكلام ده كله هراء ومش هينفع وبتاع، انتوا مش هتاثر على المجموعات اللي شغاله تحت. المجموعات دي المجموعه بقت 5، بقت 10، بقت 20، بقت يا رب المجموعه فيها 1000 واحد، وواحد قدر انه يحرك مجموعه، بس على ايه؟ على ايديولوجيه، فكر معين، تمام. لو بدينا على كده يبقى احنا بنمشي في الباقي كله صح. لو مشينا في الفكر غلط يبقى احنا كده عملنا الغلط اللي كنت بعمله زمان. فلان ماسك العصافره، فلان ماسك سلوبش، فلان ماسك الورديان، حته ماسك، او ده ماسك كليه تربيه رياضيه، او ده طب واحد عايز يشتغل يا جماعه يعمل ايه؟ تمام. عشان كده انا بقول لك ايه، يعني هو في حاجتين، في كتيب تنظيمي للموضوع دوت، وفي كتيب فني للموضوع دوت. الكتيب التنظيمي ده اول جزئيه فيه مقر التنظيم ده فين؟ او الحركه دي فين، اللي هي حركه لودس دي. هفاجئك برد، الرد ده انا ما كنتش هقدر اقوله قبل كده ب10 سنين، ولو قلته دلوقتي انت هتقولي انت بتتكلم بتقول ايه؟ الاي كلاود. يعني ايه الاي كلاود؟ الالكترونيك كلاود، السحابه الالكترونيه. انت على الفضاء الالكتروني
تمام؟ انت عامل الحركه بتاعتك، الداتا موجوده، الحاجه موجوده، الفيديو موجود، الدوكيومنت موجوده، الناس اللي عايزه تشتغل تشتغل، اللي عايز يتسجل، تمام؟ وقع التسجيل من فوق، يعني الناس اللي سجلت نفسها دي وقعت، خلاص يبقى الناس شغاله، الناس عارفه الخط ماشي ازاي. انت ارسم الخط وحط اوله، وبعد كده الناس هي اللي هتمشي عليه من تلقاء نفسها. انت بتتكلم عن الشعب، والشعب اللي هو الفرد مع الفرد عمل المجتمع اللي هو مش منتمي لشيء. انت بتعمل له، بتخلق له فكره انتماء. الفكره دي عشان ينتمي ليها انت ما تخترقش انت نفسك. انا هسكت خلاص. لا ما خلاص. أول حاجة بس احنا عايزين، احنا جينا من الكلام كده حددنا الأهداف بتاعت المرحلة اللي احنا جايين. عايز طبعا حددنا ايه الاختصاص اللوتس. اختصاص ايه اللوتس؟ أو بتقول اختصاص اللوتس. اللوتس عايزة ايه؟ دفاع عن النفس بس؟ ولا هي فكرة عايزة تنشر حاجة؟ لو نظرنا ان اللوتس هنا مش فكرة دفاع عن النفس بس، هي فكرة ارتباط الفرد بمجتمعه اللي بالتالي هيخلي المجتمع يرتبط بالعالم ويخلي مصر على خريطة العالم. دي نشر الناس، يعني ديت نشر الناس، اللي هو الفرد ده نشر الناس هيأدي كده، يعني وجود اللوتس هيأدي كده. ايه اللعبة؟ ايه هي اللعبة عايزة ايه؟ هي اولا مش لعبه. الرياضة، الفكر اللوتس. شوف انت في فرق ما بين لعبه وما بين رياضه وما بين فن قتالي. فن قتالي ده يعني شيء له اسس، يعني مؤسس على حاجات. الفن القتالي ده بينتج لك رياضه. رياضه قتاليه ديت هي اللي انت بتعمل منها بطولات وقتال وعروض. انما انت لما بتوصل لجزئيه صغيره جدا ان انت بتشتغل على البساط بس، بساط الاشتباك في البطوله، يبقى انت خدت جزء محدد اللي هي هنا اسمها لعبه. يعني لعبه كذا، تمام؟ فانت لما تيجي مثلا، بلاش احنا الجابانيز مارشال ارتس، الفن القتالي الياباني طالع منه كذا لعبه، الكاراتيه والايكيدو والكيندو والجودو والسولو، الكول نفس القصه، الكذا نفس القصه، الكونغ فو واساليبه ولعبه، تمام؟ فيبقى الفن القتالي المصري هو اللي ادالك موضوع رياضه اللوتس، الفن القتالي المصري هو اللي ادى رياضه اللوتس، وبالتبعيه بقى لعبه اللوتس لو انت هتلعبها على بساط. يبقى احنا هنا كده حددنا المسمى قبل ما نتكلم، تمام؟ الهدف من اللعبه مش هدف انك انت تستفيد بدنيا وخلاص انتهينا، او انا هستفيد ماليا، انا مش هستفيد ماليا من حاجه، خلاص؟ فبالتالي احنا بنتكلم عن شيء ملموس هيمارس بطريقه ملموسه لتغيير فكر في المجتمع. الفكر في المجتمع ده فكر لازم يكون سلمي، ولازم يكون تحرري، تمام؟ ولازم يكون وطني ويؤدي للانتماء، ولازم يكون موحد في مجموعات. المجموعات دي هي دي اللي هتعمل ترابط، اللي هو اللواءات اللي هتعمل ترابط مع بعض، تمام؟ تمام. في حاجة بس ممكن ما اعتقدش ان هي وقتها دلوقتي عشان العدد. لا اسأل مش مشكلة. انا عاوز احدد ايه العوامل المساعدة اللي ممكن تساعدنا في نشر الفكرة والرياضة، والحاجات المعوقة هقول لك. انت دلوقتي المشكلة ان انت الفرد نفسه بيقول لك طب اولا انا هستفيد ايه؟ هوجع دماغي ليه؟ هتعب نفسي ليه؟ طب وانا لما اجي اكلم فلان، ما هو فلان اصلا يا عم كبر دماغك وانا مش ناقصين وجع دماغك. طب امال انت عايش ليه؟ يعني انت بتعمل ايه اصلا؟ يعني الشخص الشاب اللي موجود دلوقتي، فاهم؟ طب ما انا كنت شاب، ايه اللي خلاني انا يعني هل انا في حاجه مش طبيعيه؟ انا عشت وكنت شاب في كليه برضه وفي دراسه برضه، وبدات اتمرن من الاعدادي واتمرنت لوحدي وكافحت وجبت كتب واشتغلت لوحدي، تمام؟ ليه؟
ليه؟ ما هو انت لو انت مش انت اللي هتبقى رائد في موضوع معين وغيرك مش رائد في الموضوع ده وغيرك مش، طب ما احنا ده اللي الحل البلد موجوده فيه دلوقتي. البلد موجوده في الوضع ده وبالطريقه ديت، تمام؟ علشان احنا مش مكبرين دماغنا، مش عايزين ان احنا نعمل حاجه، مش عايزين ان احنا نستفيد باي حاجه. قدامنا الكتب وقدامنا الحاجه وقدامنا كل حاجه، تمام؟ ومش عايزين ان احنا نشتغل، مش عايزين نقرا، مش عايزين نفكر، تمام؟ مش عايزين نتعب دماغنا بان احنا نعمل حاجه، تمام؟ وهي دي المشكله، ان انا الندوه اللي فاتت اتكلمت، انا كان في فجوه كبيره جدا بيني وبين الناس اللي بتتكلم، مش لان الناس دي مثلا حاجه وانا حاجه مش مساله شخصيه خالص، لا دي مساله عامه، تمام؟ مساله عامه بمعنى انه مش في اللعبه دي او في دي او في دي، لا ده هو بصفه عامه في ايه؟ احباط، يأس، عدم انتماء، تمام؟ عدم تفكير في اكتر من هعمل ايه بكره؟ مشكلتك مش انك تشتغل وانك تاكل وانك تشرب وانك تعمل، ما انا هقول لك حاجه، مجتمعات بره، تمام؟ الصين ماشي، عدد سكان رهيب، كانوا تحت الصفر. اليابان بعد القنبله النوويه كانت تحت الصفر سنه 45، كل دول العالم طلعت بعد سنه 45 تحت الصفر بعد الحرب العالميه الثانيه، تمام؟ لغايه سنه 89 يعتبر كنا مقبولين برضه في مراحل نمو التنميه معينه، انما بعد كده الناس خلاص دماغها وقفت وما بتفكرش يعني انا عارف ان النسخ الورق اللي هم خدوها رموها، انما انا بعمل اللي عليا، انما غيري ما بيعملش اللي عليا. لو تكلف قاتل يعني انا مثلا شخصيا دلوقتي مثلا واحد كاتب فقره طويله مثلا على الفيسبوك او كومنت، ببتدي اقراها، انا ايه اللي بيخليني اطلع واقوم داخل في حاجه ثانيه؟ ان هو ما ادانيش حاجه، هو بيتكلم وخلاص، حاجه اسمها كلام مرسل، ده ما ادانيش واحد سيكونس، ما ادانيش حاجه 1 2 3 4 هيديني هدف في الاخر، يبقى انا هكمل في فقرات بالصفحه، انا بكمل الصفحه لغايه الاخر كلام، ليه؟ لان هو مديني خطوات 1 2 3 4، انما دلوقتي انت لو ما بديتش بنفسك وذاكرت اي حاجه هتبقى انت بعد كده ولا حاجه، تمام؟ بس الموضوع بس التربية هنا لازم أول حاجة إحنا جمعنا البيانات اللي لازم عن الناس اللي هيشاركوا معانا، اللي هو حصل في الندوة واللي هو بيحصل دلوقتي. الخطوة الجاية ما هي الناس دي مش هتيجي، الناس دي مش هتكمل، الناس دي مش هيكمل أو مش هيجي لسبب إن هو حاسس إن هو داخل في حاجة مش هيستفيد منها، وفي الجزئيه الثانيه انه موضوع مبهم بالنسبه له. احنا دلوقتي لما بنتكلم اخرنا في موضوع المارشال ارتست، البيجامه بتاعت الكاراتيه لغايه 6 ابتدائي بياخد حزام وخميس عليه، معلش انا بتكلم على واقع، تمام؟ انما ان انت تبتكر في فنون القتال، انت بتتكلم في ايه؟ بتبتكر في ايه ولا بتتكلم في انت؟ ولا انت عايز تدرب معلش انت دلوقتي الثوره طلعت في 25 يناير مفيش ولا عسكري ولا مواطن رفع رجله عن الارض نص متر، احنا كنا بنزعل بعض بالطوب، مش انا يعني، تمام؟ بتتكلم في ايه؟ ونسبة اصابات عالية جدا وبتبقى الموضوع طول قوي وما لا دول بيتدربوا ولا دول بيتدربوا ولا دول بيتدربوا، تمام؟ ما اتحسمش الموضوع، ولغاية النهارده الثورة دي وصلت لنقطة معينة وما جابتش النتيجة بالكامل، والكل بيعترف دلوقتي ان هي ما جابتش النتيجة، لان انت كفرد كمواطن جوه الدولة انت ما يبقى لغاية امتى يا جماعة هنستنى؟ ماشي؟ حصلت الثورة وحصلت الثورة اللي قبلها وحصلت، طب الناس فين من الموضوع؟ لازم انتفاضة، لازم الناس دي تقف تاني على دي، لازم الناس دي تفكر، تمام؟ انا ما انت لو احبطت من دلوقتي زي الناس اللي احبطت وحضرت الندوة ومشت وقالت لك انا ايه اللي يغرزني انا في موضوع زي ده وايه اللي يخليني ان انا اورط نفسي في كلام زي ده، طب وانا هتمرن ايه وهعمل ايه والراجل ده قال وبتاع، ليه واتعب نفسي ليه؟ ما ينفعش،
لغايه امتى احنا؟ لغايه امتى؟ طب احنا قلنا قبل 25 هنركب مش عارف ايه وايه وكان فيه وكان فيه وكان فيه. طب وبعد 5 طب احنا دلوقتي في بصيص من الحريه موجود. طب احنا مش شغالين ليه؟ عشان خلاص احنا خدنا الفتره الزمنيه اللي خدناها جيل من جيل ومش جيل وانا 42 وهو لا لا لا. طب ما انا كنت طول الوقت بتعامل مع شباب. لا اللي حاصل انه الشاب انتهى عقليا، انتهى. انت عايز تبتدي معاه من الصفر. ليه؟ لان المناهج اللي شغاله متصفره كلها. اعذروني انا قلت يا جماعه اللي حد بيقول يكتب تقرير ويبعت ما حدش بعت. لانه ما حدش اولا اللي هيقرا مش هيفهم انا بقول ايه. مش لان كلامي انا مبهم. ثانيا لما هيكتب هيبقى فيه غلطات في الكلام، هيبقى الكلام مش مرتبط مع بعض، هيبقى فقال لك طب وانا ليه انا هقضي لي ساعتين 3 انا اعمل في الكلام ده وبعدين في الاخر يقول لي وانا قاعد انت قلت وما قلتش. انا حد يعني في حد معين قال انتوا ليه معقدين الموضوع؟ انا مش معقد حاجه. انا بقول لك اعمل ميل. انت لو بتعمل ميل معلش يعني عشان تعمل شات مع حد لحاجه معينه هتعمل ميل. انما انا عشان بقول لك ميل هتعمل بيه حاجه ثانيه في دنيا ثانيه. تراجعت قلت لك اكتب الورقه اللي انت كتبتها، اقرا الكلام، قول اي حاجه يا عم، اتكلم في اي حاجه، قول لي انا مش فاهم وابعته في الميل. انا ما بقولش حاجه. ده انت لو حد صاحبك قال لك ابعت لي الصوره هتبعت له الصوره في الميل. انما هو عشان هو حس ان هو داخل في حاجه هيفشل فيها، لان هو القناعه الذاتيه اللي موجوده ان هو فاشل اصلا وان هو هيفشل اصلا. فاهم؟ وما اتكلمش وما بعتش مش هيعمل حاجه. تمام؟ انا لو انا عندي الاحساس بالفشل وانتوا 2 طب يا جماعه معلش لما العاده دي ان شاء الله هتبتدي بقى. انا احمد عرفته من على الفيسبوك هو بيتكلم كلمه في كلمه بتاع جاب الناس المره اللي فاتت، جيتوا انتوا المره دي. فرد ممكن يسقط المجتمع كله وفرد برضه ممكن يضيع المجتمع كله. ومجموعه من الناس لو اتحدت مع بعضها على حاجه هتنجح. طب دلوقتي ايه المفروض مثلا؟ ليه؟ نرتاح من البيت. احنا ما عملناش حاجه عشان بس تمام صح كده. فين مثلا الطريق مثلا المفروض دلوقتي هنعمل ايه مثلا دلوقتي الطريق اللي هيتعمل عشان نقدر نكمل؟ بص هو انا عندي مبدا ما يقدر على القدره الا ربنا. تمام. فانت بالتالي انا ما اقدرش انت موافق تمام اقول لك يلا انطلق. طب هتنطلق بايه؟ ايه الادوات اللي فيه؟ ماشي تمام. فبالتالي قلت هنشتغل جزء نظري. طبعا الناس بتمل من النظر. طيب نتكلم بقى ايه؟ بالراحه. تمام. يعني ايه نظر؟ يعني انا همسك ورقه وهمسك قلم واكتب. تمام؟ يعني انت مثلا دلوقتي ماشي؟ يعني شخبطه. كاتب شخبطه كلام مكتوب. خلاص؟ ده نظري. كل ده كده انا شغال نظري. تمام؟ جيت هنا خلاص؟ نفس القصه. ده الكلام ايه؟ مكتوب اهو. خلاص؟ طيب هنا نفس القصه. فانا لما امسك ورقه وقلم يعني بص انا كتبت كده دلوقتي بعدها ده نظر. بعدها بفرق في دي اسبوع دي كده تمام. دي كده بالنسبه لي احنا يعني عشان يتعمل اتحاد اصلا لازم يبقى في ناس بتلعب في اللعب. انا بص احنا مشغلين موضوع الاتحاد تمام. يعني احنا ايه مسلمين امرنا على ربنا تمام لسبب لان انت دلوقتي عندك صراع في القضاء، كان قبل كده صراع في المجلس القومي للرياضه، عندك اهداف سياسيه يعني عندك قصه يعني انك تشهر الاتحاد ملوش علاقه بان اللعبه في لعبه فنيه او ما فيش لعبه اصلا. يعني ان الاتحاد ده يبقى موجود. اقول لك مثال انت دلوقتي في اتحاد التشكيل في اتحاد التقليد هنا في مصر. دي حاجه مش منطقيه لانها
متعارضه مع كل القوانين ومتعارضه مع الكلام ده كله، انما بره مصر يجوز. ايه اللي يخليك ما تعملش كذا مؤسسه للشيء عشان كل مؤسسه تعمل وبعدين يبقى عندك مؤسسه واحده بتشارك في الالعاب الاولمبيه اللي هو الاتحاد الدولي، ولكن داخليا اطلق الحريه ان الناس تشتغل. كلامي ده الواقع اللي بيحصل، فاهم؟ فاحنا دلوقتي لو انت حصرت نفسك زي ما انا كنت بتكلم لما نعمل الاتحاد، تمام، هيبقى ولما نعمل الاتحاد، لما هنعمل الاتحاد مش هنعمل اي حاجه. كانت بقيه الاتحادات عملت، بقيه الاتحادات ما حققتش اي ارقام، سواء كانت في مارشال ارتس او في غير مارشال ارتس. يعني انت عندك يعني بدون شك اسماء اتحادات كتيره عامله لجان وشايله العاب وشايله لاعبتين ثلاثه معاها بالمره كده في كام لجنه. ايوه يعني عندك الجودو والايكيدو والسومو مع بعض شاروا كده، الكونغ فو والوشو وطبعا معاهم الوينج تشون كل ما يشمل، وده بقى منطقيا بقى مش كده، تمام. والعاب تانية، الملاكمه كانت واخده الكيك بوكس وشغالين يعني، فاحنا لو اتكلمنا في ان احنا نعمل الاتحاد والوضع الاتحاد والاتحاد ومش الاتحاد وبتاع، احنا هنفضل نلف في الحلقه دي مش هنعمل. خلاص انا فتره طويله مرنت اللعبه من 93 لغايه 2003 10 سنين كاملين ومفيش اتحاد، واشتغلت بيها في اسوأ اوضاع ما يقوم عليه مصر في الفتره اللي قبل ثوره 25. تمام؟ الفتره دي انا اشتغلت ومسميات كتير، تمام، وانتشرت في مراكز الشباب في اسكندريه ومعايا واتقال كلام واتعاد كلام وصلاح وبتاع، ودي حاجه احنا لازم نبقى حاطين حسابنا من دلوقتي. صلاح ده عميل، صلاح ده خاين، وصلاح ده مبسوط، كل ما تشتهي الانفس هيبقى صلاح ده، واي حد بيأيده. وانا قلت الكلام ده احمد وبقول لكم الكلام ده، انت لو انت حابب انك تخش في عمليه زي ده اهي، اعرف ان اول ما هتبتدي تتحرك هتتخبط قد ان انت كده اوكي. فانا بكلمك ليه نبدا بالنظري وبعد كده العملي، لان انا لو معلش سوري في الكلمه وقفت معاك يلا بينا حركه 2 3 4، انا كده ضميري من جوه بضحك. ضميري من جوه، لا انت معلش يعني انت قدراتك، انا يعني لا هتعرف تكتب تقرير عن اللعبه، ولا هتعرف تتكلم عن اللعبه، ولا هيقابلك حد بتاعك هتعرف، ولا هتعرف تعمل محاضره، ولا هتعرف تعمل ندوه، ولا هتعرف تتكلم، ولا هتعرف تقول. انا النهارده لان في قضيه مرفوعه بقى لها كذا سنه بالوضع اللي انا مش قلقان من انك انت تروح وان شاء الله يا رب بص تطلع اللعبه دي بره مصر، ده انت كده بتنفعني، ده انت كده بتعمل لي اللي انا عايزه. انما انا قبل كده كان ايه تمرينه بياخد اللعيبه ويتمرن بيهم على البحر، ده انت كده بتضرني وبتضر الكيان كله بتاع اللعبه، تمام. انما احنا حاليا انت مش، انا بالعكس ده انا بقول لك انا دلوقتي مش ماشي بهيكل 1 2 3 4 5 6 ويخترق من تحت ويقع وتبنيه من الاول وتبقى وشغلانه 10 سنين بنلف وندوس، لا. انما انا دلوقتي بقول لك مجموعه اساسيه ماشي هتخترق، العضو اللي فيها مع الف سلامه، ما فيش فيه يعني مثلا احنا كده مع بعضينا، احمد النهارده منسق عام ماشي، انت احمد منسق عام بكره، فؤاد منسق عام بعد، قصه مين وفين وبتاع دي عمليه التنسيق يا جماعه، عمليه مش معناها مسؤول، المسؤول حاجه، المسؤول عن المجموعه، مسؤول المجموعه حاجه ومنسق حاجه ثانيه، ما تجيش تقول منسق للمجموعه، لا لازم يبقى في مسؤول عن المجموعه. الخمس ستة اللي شغالين ليهم مسؤول، دول مع بعضيهم كده في بعضيهم كده يتمرمغوا كده في موضوع اللعب كده ويبقوا مع بعض. انما احنا كمجموعه مؤسسه مع بعض، مفترض فيا ان انا مؤسس معاكم فيها، ان انا اللي عامل القصه، فاحنا اللي هيشترك معانا يا رب يشترك وما يلعبش خالص، ما يلعبش عمل. لما يبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه، ما يبقاش قاعد كش من الكلام وخايف من الكلام وهرب زي ما حصل. تمام؟ اللي ما جاش النهارده، اللي كان حاضر الندوه ما جاش النهارده، تمام؟ ومش هيجي المره الجايه ومش هيجي اللي بعدها، النهارده في اسباب، والمره الجايه والمره اللي قدام عاد ست، خلاص؟ يبقى كش، يبقى مش هينفع.
يبقى من كويس قوي انه من الاول عمل كده. طب احنا بقينا بسم الله ما شاء الله 20 خلاص، المجموعه التاسيسيه دي خلاص، دي اللي بتفكر ودي اللي بتخطط ودي اللي بتقول وبتنشر على الاي كلاود اللي هيحصل ايه والاستراكشر ماشي ازاي والخطه اللي جايه والايديولوجيه دي فيها ايه واللعبه فيها ايه والدورات فيها ايه والنظر. بعدين كل اللي هقوله لكم هيتسجل ويبقى منسوخ، واللي عايز يسمع محاضره نظري والعملي هنتمرن عملي تمام. وبالتالي ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيحصل ان هيبقى فيه منهج ماشي، اللعبه فيه 1 2 3 4 5 الدنيا ماشيه عليه، بحيث ان انت وصلت لأي مرحله، وصلت للمرحله الفلانيه، وصلت للمرحله المستويات بتاعه اللعبه اللي هي المستوى الاول والثاني والثالث والرابع حاجه تمام، والمكون اللي احنا بنشتغل عليه ده تمام حاجه ثانيه خالص. المحاضرات النظري اللي بنتكلم عليها دي واخد بالك بتؤهلك ان هي توصل بيك انك انت راجل في المجموعه التاسيسيه ان شاء الله يا رب. انت تبقى في المجموعه التاسيسيه وعامل مجموعه خاصه بيك، مش هنمنعك من كده تمام، انك انت تبقى في المجموعه التاسيسيه وتسيبنا براحتك. ما هو الوطني التحرري سلمي تمام، ان انت تيجي تقول لي احنا اتدربنا كذا كذا يلا بينا ننزل نعمل خناقه، يبقى انت كده مش مظبوط. يلا بينا اصل الجهه الفلانيه واصل وهنعمل الاتحاد احنا كتير، ما ينفعش. احنا مش بنكتر عدد عشان نبقى معانا ناس عشان نروح نعمل وقفه احتجاجات قدام المجلس هنطلع بقرار الشهر من جوه. افرض ان المحكمه رفضت، هنروح بقى نقف قدام القاضي ونقول له انت لازم توافق. انما انت قناعتك الداخليه انا راجل كاتب 3000 صفحه في اللعبه وزعبانه، انا قلت نفسي حرية الشخصية وتفكيري أطلق له العناء. لو أنت فكيت الكل اللي على دماغك واشتغلت هتبدع لما هتوصل لمرحلة إن أنت أبدعت هتبدع تمام؟ انا دلوقتي ايه مثلا المعطيات اللي قابلتك كتير، اللي قابلتك دلوقتي مثلا واللي المفروض دلوقتي في حاجات اتعدت منها وفي حاجات اللي هي المفروض تقف دلوقتي. المعوقات الفنية تبقى كارثية. المعوقات الفنية دي كارثية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو في حركة معينة انت كتبتها وما انتش عارف تنفذها على ارض الواقع، او ان في جزء معين من تكنيك معين ملوش البتاع بتاعه، او ان تكنيك هجومي معين فاشل، او يعني اي حاجه فنيه دي اللي هتبقى كارثيه بالنسبه لك، لان انت دي بتضربك في الاصل بتاعك. المعوقات الثانيه معوقات تنظيميه. يا جماعه احنا جينا النهارده المفروض ان احنا نبقى 7 احنا 2، دي معوق تنظيم. طب انا هتحرك بايه وانا معيش طاقه بشريه؟ تمام؟ احنا كده اتخانقنا انتوا الثلاثه او احنا الاربعه، لا احنا هنعمل كذا مش لا احنا هنعمل كذا احنا هنعمل كذا مش عارف. دي معوقات تنظيميه، يعني معوقات فنيه. عشان كده انا ايه؟ وقفت شغلي في الكتاب الفتره اللي هي من ساعه الندوه، وقلت هحدد الكتاب التنظيمي وهحدد الكتاب الفني. تمام؟ الكتاب الفني مش معناه انه اللعبه بالكامل، لا ده فنيا اللعبه ايه وايه وايه وايه، ويعني عشان تعمل ايه تبقى ايه، وتنظيميا برضه مين ومين ومين عشان يبقى ايه تعمل. والهيكل التنظيمي اللي بنتكلم عليه المجموعه التاسيسيه فيها منسقين متفقين مع بعض. انا همسك الموضوع الاعلامي، انا همسك الموضوع الفني، انا همسك الموضوع الاداري، انا همسك الدورات، انا همسك كذا، انا تمام. دي افرض ان المنسق اللي ده مش، افرض ان المنسق العام ده لا قدر الله يعني حصل حاجه تمام ماشي، يبقى المجموعه التاسيسيه من واحد عايز يا جماعه يديني افكار وعايز يشتغل ومش هيلعب، مش لازم يلعب اللعبه، مش لازم يلعب اللعبه، الراجل ده هيديك افكار. يعني انا مثلا واخد بطوله عالم في اللعبه، هو انا مدخل لعبه، هو انا بطل عالم مثلا او حاجه، فيبقى انت يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على المخ مش الجسم مش العقل. لو المخ سليم
يبقى انت هتعمل جسم سليم. تمام. ما هو كان زي ما بقول لك اللي قبلتني فنيا، ودي دي ما خلاص بعد الفتره الطويله الزمنيه دي كده سيبني لبكره هجيب لك كذا. انا بالنسبه لي فنيا كده. تنظيميا برضه سيبني لبكره هقول لك، انما على ارض الواقع كلام تاني. تمام. في بقى المعوقات بقى اللي هي بقى ايه؟ اداريه بقى، يعني مع مؤسسات ومع هيئات ومع الحقيقة والنصب عايز فبالتالي ايه؟ فبالتالي انت واجهك ازمه في اقناع الشخص. هي دي المعوقات الحقيقيه اللي هي يعني انما واحد بيحاربك انت هتعرفه، انما انت واحد انت عايز بلفظ معين كده عايز تجنبه معاك. تمام. هي دي المشكله اللي هتواجهك. هتقنعه بايه؟ هتقنعه بايه وانت يعني بص انا بقالي قد ايه بتكلم؟ تلت ساعه. تمام. عندي كلام اقوله، وانا ممكن من هنا لبكره افضل اتكلم واقول كلام تاني مش هعيد اللي انا بقوله. تمام. انا عندي مشكله في حاجه، ان انا لما بتكلم في حاجات كتير جدا، انما في غيري بنتكلم في الموسيقى واحده بس. يعني في مره حد بيتكلم عنها اشهر السنه وفضل يتكلم ساعه ونص على اشهر. مش انا لما بحب اتكلم في مجموعه مواضيع مرتبطه ببعضيها. فهمت كيلو ورا الدنيا غرقت معايا. طب هو ده الواقع اللي احنا ماشيين فيه. خلاص. ايه اسئلتك؟ في أسئلة عن اللعبة فنيا، أسئلة عن عمك. طب ايه الفكره دلوقتي اللي احنا ممكن مثلا نمشي عليها دلوقتي؟ المطلوب مننا يعني ان احنا نعمله المفروض في فكره نمشي عليها. انت فوق صح؟ هديك درجة بس. لا الفكره مثلا دلوقتي اللي هنمشي عليها عشان نقدر مثلا ننشر لعبه او مثلا احنا هنعمل ايه الخطوه اللي جايه؟ ايوه ايه الخطوه مثلا؟ هقولها لك انا بقى ايه نظري. انت دلوقتي بتقول لي نظري مش نظري. احنا دلوقتي عملنا اجتماع، حددنا هدف. الهدف اللي احنا بنتكلم عليه ده تمام. بيبقى فيه بعد الكلام ده حاجه اسمها خطوات تنفيذيه. هو ده بقى ايه الكلام النظري اللي احنا عايزين نتكلم عليه. انت دلوقتي اجتمعت ده اجتماع عام، اجتماع جزء مثلا ان انت هتنزل كليه تربيه دمياط، هتكلم الناس هناك، يبقى هتعمل 1 2 3 4، هتروح وهتعمل دي الخطوات التنفيذيه. لو انت مشيت معاك الخطوات التنفيذيه على ارض الواقع صح، حققت هدفها، يبقى انت كده بتحقق اول خطوه في الخطه بتاعتك. تمام. ده الكلام ده ايه اللي انا المفروض ان احنا بنقوله في النظري. تمام. تعمل خطه ازاي، مشكلتك ايه، تحل المشكله ازاي، تحل المشكله بس على امثله على ارض الواقع، مش كلام. وبعدين هيبقى تفاعلي بمعنى ان انت هتتكلم معايا، مش هاجي اجيب لك الورقه اهو وهتكلم وخلاص. تمام. يبقى الخطوات التنفيذيه اللي انت سالت عليها، اول حاجه احنا هنحدد مكان مش هنا هناخد فيه المحاضرات النظري بتاعتنا. وده بكرة. تمام. المحاضرات النظري انا حددتها 10 محاضرات، كل محاضره ساعتين. تمام. هخلص لك فيها كل الاستفسارات اللي انت بتسال عنها شخصيا، الكلام اللي انت مش عارفه ده. تمام. يبقى انت اول خطوه. طيب يبقى انت كده هتيجي داخل في الخطوه اللي بعدها ان انت ايه هتتمرن عملي. انا مش هقول لك ان انت هتتمرن عملي هتخلص اللعبه بلاش، ما تضحكش عليا. اول 10 مرات في ساعتين ب 20 ساعه، خدت في ال 20 ساعه جزء معين من العملي اللي بالنسبه لي انا هيكفيك ان انت تدرب سنه. بالنسبه للفريق في نادي عادي جدا لناس عاديه جدا، ال 20 ساعه اللي انت تاخدهم معايا عملي هيكفوك ان انت تدرب ناس باعمار مختلفه لمده سنه لقدام. فهمت الجرعه اللي انا بتكلم عليها؟ النظري نفس القصه. يعني حضرتك قصدك في ال 20 ساعه هناخد مثلا الاساسيات؟ لا انا هديك بقى لا هديك انا الكتاب بتاع
الدوره العملي ايه؟ 1 2 3 4 ورقه الاول صغيره فيها جدول المحاضره الاولانيه ايه وايه وايه، وفي المحاضره هديك الملزمه بتاعتك. يبقى احنا كده العملي وضح والنظري وضح، وده هيبقى دوكيمنت وده هيبقى فيديو، تمام؟ ولازم تفرق ما بين الدوكيمنت كورق وهيفرق ايه عن الفيديو كفيديو، تمام؟ يعني دي مواضيع. يعني بعمل حاجة بس طبعا مش مهمة في مراكز شباب بروح يعني مش بتعاقد معاها، بعمل عضوية فيها، تمام بمهد الطريق لأول ما يبقى فيه في الفريق اللي هو مستعد إن هو يتحرك على أرض الواقع، هيلاقي الأماكن اللي هيروح يبدأ فيها وهو بص. منها ينتشر الفرق. بص انا هقول لك انا بالنسبه لي انا ليا دور، تمام؟ تمام؟ انا هديك النظري ال 20 ساعه والعملي ال 20 ساعه وانا ملتزم بالمكان. حد عنده مكان انا ما عنديش مشكله. يبقى انا كده خلصت الكلام ده مع مين؟ مع المجموعه التاسيسيه. انتم زدتم انا مسؤول، يعني انا مسؤول عن الدوره الاساسيه بشقها النظري والعملي. انا مسؤول عن ان المجموعه التاسيسيه كل من هو داخل المجموعه التاسيسيه حتى لو دخل في نص الطريق انا مسؤول عن ان انا اخلص معاه الجزئيه دي. مسؤوليتك انت بقى ان انت تديني انتاج، مش انتاج ان انت تروح تجيب ناس وتيجي، لا مش لا تديني انتاج. فين البرزنتيشن بتاعك؟ فين الورق بتاعك؟ فين الريبورت بتاعك؟ فين الكلام بتاعك؟ فين الاستجابه؟ فين التفاعل بتاعك؟ وفي نقطة أول ما حضرتك هتخلص الموضوع ده مش يعني أنت خلاص 2020 خلاص خلصت الموضوع اتفضلوا اتحركوا، لا هيبقى فيه يعني أكيد طبعا هيبقى فيه امتحان يعني اختبار اللي هو إيه؟ اعمل لي مثلا كلمني يعني بقى شوف هو عقليته وصلت لإيه اللي هو يقدر يتكلم مع الناس بره. بص يعني كل محاضرة ليها التست بتاعها. تمام. التست اللي هو عمله مشكورا واداهولي يبقى هو كده بيحط رجله على اول سلم. عدت المحاضره العملي او النظري التدريبه او المحاضره عدت ما ادانيش التست دوت يبقى مش هيكمل. يبقى في مشكله. المشكله دي انا هحددها واعرف، بس هو لازم يبقى في حافزيه الدافعيه من الشخص ان هو عايز يعمل معدلات انجاز معينه. يبقى احنا ماشيين تمام. هوبليس كيس المجموعه التاسيسيه تمام. اتكلمنا بقى ايه المجموعه التاسيسيه اللي احنا هنأسس الفكره مع بعض وهنتحرك مع بعض وهنعمل مع بعض التفاصيل دي كلها تمام. ومفتوح ان حد يجي معانا تمام. وده يعني جاب الكلام بعد كده انه لو حصل تمام. طبعا هو بس بقيت الورق وهكملها. طبعا اول الكتاب اللي هو بتاع اللعبه اللي كنت اتكلمت عليه في الندوه اللي هو 3000 صفحه وبتاع، انت لو قريت ديت هتفهم هي بس ناقصه في موضوع مستوى الورق. فانا اتكلمت على ايه؟ تمام. اتكلمت على ان المجموعه التاسيسيه انا ومعايا حضراتكم يعني كلها مجموعه